وعلشان البروتين النباتي مش مكتمل الأحماض الأمينية، معنى كده هل أنت لازم تختار ما بين البروتين النباتي أو الحيواني؟ الحقيقة أفضل نتيجة ممكن تاخدها لما تيجي تجمع ما بين البروتين النباتي والحيواني. الناس اللي متعرفش البروتين الحيواني ده اللي هو الفراخ أو البيض أو اللحمة وهكذا. إنما البروتين النباتي زي العدس، الصويا، الفول وهكذا. ميزة البروتين الحيواني إن هو كامل الأحماض الأمينية في جميع الأحماض اللي جسمك محتاجها. والبروتين النباتي مهم جدا لأنه غني بالألياف وبيساعدك جدا في الهضم وصحة القلب، فعلشان كده أفضل حاجة تعملها إنك تدمج ما بينهم. تعال أما أعرفك إزاي تدمج ما بينهم. هديك مثال بسيط لوجبة: فول مع بيض. الفول بروتين نباتي والبيض طبعا بروتين حيواني. أو رز مع عدس، أو مثلا فراخ مع حمص. هكذا تدمج ما بين بروتين حيواني وبروتين نباتي، وبكده هتدي لجسمك الأحماض الأمينية اللي هو محتاجها في البروتين الحيواني، وكمان هتديله الفيتامينات والألياف اللي محتاجها من البروتين النباتي. يلا ما تنساش تدعي لي بقى، ولو استفدت ما تنساش تعمل فولو عشان تستفيد أكتر.